الواد الغلاوي القزم ابو شكل وحش الحاقد على نفسه. مش وقتك خالص، مش وقتك. البلد على صفيح ساخن والناس خلاص جابت اخرها. ملعون ابو امك على ابو ام الكوره اللي عرفتنا بكلب زيك. انت مالكش ريحه اللازمه ولا تسوى تعريفه في سوق الرجاله. طالع برضه ينفخ في النار. لسه الجدول بتاع الدوري معمول امبارح. يقول لك الاهلي والاسماعيلي، الاهلي والمصري، وزاد عليهم كهرباء الاسماعيليه. انت مال امك، انت مال امك. انت عيل زي الشيطان بتنفخ في جميع الاتجاهات. الله يمسيك بالخير يا مرتضى. كان بيديك بالجزمة على قفا امك وانت قاعد، ما كنتش تقدر تفتح بقك. كان كل تقدر تقوله يا سياده المستشار. يشتمك ويبهدل امك وتقول له يا سياده المستشار. ما ده تمامك يا كلب، انك تتشتم وتقول له يا سياده المستشار، لان مرتضى كان عارفكم كويس. ايه الاهلي هيعمل ايه يعني عشان يروح يلعب في اسماعيليه وكهرباء اسماعيليه والمصري؟ ما انت يا ابن الكلب يا تربيه وسخه يا تربيه المرة. انت ليك نصيب اكبر في المجزره اللي حصلت في بورسعيد. كان قبلها باسبوع مولع الدنيا في المحله، وكانت هتحصل في المحله. معاه تقول ان شادي محمد بيقول ان ارض الملعب بتاعه المحله عامله زي جنينه الجواف. نسيت يا معرص؟ عاوز ايه تاني؟ الناس خلاص، الناس اللي فيها مكفيها، الناس اللي فيها مكفيها. وربنا كبير بقى، خلينا نخلص من القرف اللي احنا فيه ده عشان ما نشوفش كلب زيك. احنا لو في منظومه صح، الكلب اللي زيك ده ما يطلعش على الشاشه ولا يطلع على الراديو ولا يطلع على اي وسيله اتصال مباشر بينه وبين الجمهور. لكن هنعمل ايه؟ وطالع كمان يقول لك مباراة الزمالك وبيراميدز، بطل السوبر الافريقي هيلاعب بطل ابطال افريقيا. انت مش هترجع الا لما تعمل مصيبة. طول ما شوية الاياديهم مرتعشة دول موجودين، اللي زيك دول عمرهم ما هيغوروا في 60 داهية. اللي زيك انت والهجاص والاشكال الوسخة اللي على الساحة دلوقتي، ولا الواد السلعاوة اللي اسمه اسلام، ولا شادي اخو الملحد، كلكم شوية عيال نقرة اقسم بجلالة الله. ولا ليكوا ريحة اللازمة، ولا ليكوا ريحة اللازمة. طلعت ترميها على ممدوح عيد بعد ما فاز ببطولة افريقيا. ما عبركش، ما عبركش لانه عارفك انك كلب، وعمر ديل الكلب ما يتعدل. ربنا موجود. خلينا نخلص بقى، خلي الروس تتساوى بقى. انا تعبت، انا تعبت من شوية العالم ملهاش ريحة اللازمة اللي بتاكل ببلاش دي، وشغالة بدل الشغلانة 2 و3 و10. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، ولله الأمر من قبل ومن بعد.